أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أجندة مفتوحة يقدمها لكم من القاهرة خالد عز العرب. هؤلاء ليسوا شباب 25 يناير، مقولة تتكرر كثيرا ويقصد قائلها عادة أن هؤلاء الشباب ليسوا كالشباب الذي خرج في 25 من يناير الماضي إلى ميادين التحرير بغرض التظاهر السلمي وبغرض إعمار بلده يريد الخير لوطنه. أن الشباب الذي يخرج الآن إلى الميادين هو شباب على العكس من ذلك يريد تدمير الوطن. فمن هم حقا شباب 25 من يناير؟ اليوم نستضيف نماذج مختلفة من شبان وشابات شاركوا في الاحتجاجات سواء في 25 من يناير أو ما بعد ذلك. هؤلاء لا يمثلون سوى أنفسهم ولا يعبرون عن مواقف حركات أو فصائل سياسية، وبالتأكيد هناك نماذج أخرى لشباب وشابات شاركوا في 25 من يناير، لكن نتعرف على الأربعة نماذج التي نستضيفها اليوم. ونبدأ مع سيفين حسن، طالبة في كلية الإعلام، أهلا بك. عاصم أبو الخير، مهندس. دعاء بشرى، مدرس مساعد بكلية الصيدلة. وأحمد سامح، المحامي. أهلا بكم جميعا. أحمد، أريد أن أبدأ معك. أنت شاركت في 25 من يناير رغم أنك لم يكن لديك نشاط سياسي قبل ذلك، ورغم أنك يعني تبدو أنك تنتمي إلى طبقة مميزة في المجتمع. يعني ما الذي دفعك للتظاهر في ذلك اليوم؟ بسم الله. يوم 25 يناير يوم كان غريب بالنسبة لي لسبب واحد، لأن أنا ما نزلتش من الصبح، لأن أنا قريت التظاهرات وقلت هتبقى تظاهرات عادية زي كل سنة والناس ماشية. كنت خارج الصبح وعادي اليوم بتاعي عادي لغاية ما روحت لقيت ابتدت الناس دعوات، الناس كتيرة بتنزل، ناس كتيرة بتنزل. رحت نازل، اتجهت فعلا على التحرير، لقيت الناس فعلا متظاهرة نازلين. ليه؟ الأسباب بتاعتهم كلها مطالبهم بسيطة جدا، تمام؟ الحرية، وكان إلغاء قانون الطوارئ وتعديل الدستور عشان فترة الرئاسة والكلام ده كله. فنزلت وشاركت لأن دي حاجة أنا نفسي فيها، نفسنا كلنا في البلد تبقى للأحسن. فنزلت فعلا وشاركت لغاية يوم 25 بالليل لما جه الأمن المركزي. هل كان بظنك في ذلك الوقت أنها ثورة وأن النظام سيسقط؟ دي مظاهرة بالمطالبات، يعني سقف المطالب عالي بعد كده مع العند مع النظام. يعني النظام كل ما يقول لك احنا لا هنغير، بس بعد فترة سقف المطالب بيعلى لغاية ما انت وصلت لمرحلة يوم 28 يناير الشعب يريد إسقاط النظام. وده اللي حصل لما احنا اتحركنا في مدينة نصر مثلا، من عندنا اتحركنا من الرابعة، كان أول هتاف بيتقال الشعب يريد إسقاط النظام. سقف مطالبك عالي، ما خلاص بقى انت مفيش، وفي قمع وضرب نتيجة ما حدث مساء 25 مساء يناير عندما تم 25 فرض الأقصى. ويوم 26 بالليل في باب اللوق لما حصل ضرب من الأمن المركزي وأمن الدولة لما كانوا بياخدوا البنات في عربيات الميكروباصات والكلام ده كله. فخرجت في 28. احكي لي ماذا حدث في 28 يناير؟ في 28 تحركت من يناير مدينة نصر تقول؟ في 28 يناير بالظبط جه الناس. كانت الدعوات طبعا، كان يوم 28 يناير ده النت اتقطع، وكان اخر اتصال تليفوني كان الساعه 7 الصبح ما بين الناس اللي مع بعضها من على النت. انا ما كنتش اعرف حد رايح غير 2 صحابي اول مره ينزلوا، ونزلوا معايا يوم 28، يعني ما نزلوش 25 ونزلوا 28. اتقابلنا بعد صلاه الجمعه واتجهنا صلينا جنب البيت، وبعدين اتجهنا على مسجد رابعه مكان انطلاق زي ما الناس كانت متفقه على انطلاق المظاهره. بالفعل اتجهنا من مسجد رابعه، مشينا بمسيره كبيره جدا ابتدت تكبر معانا طول ما احنا ماشيين. انا اول مره امشي في مظاهره فمش مستوعب اللي احنا هنمشي كل ده لغايه التحرير. كانت لغايه ما ابتدينا وصلنا لرمسيس بقى، وابتدينا الاشتباك مع الامن المركزي ساعه ضرب القنابل الغاز والبلطجيه اللي كانوا في اول ساعه. نشاهد بعض اللقطات لما كان الاشتباكات التي كانت تدور في الطريق إلى ميدان رمسيس وفي ميدان رمسيس نفسه. تفضل. تمام. قعدنا بالظبط 3 ساعات من الساعه 3، يعني احنا صلينا العصر وبعدين اتحركنا على رمسيس لغايه كر وفر لغايه ما ابتدينا لقينا الشرطه اختفت، ابتدت تجري. ابتدينا نتحرك نكمل لغايه خلاص التارجت بتاعنا بقى التحرير. وصلنا فعلا، فضلنا ماشيين في التحرير لغايه بقى ما كانت في عربيات الامن المركزي اللي هي بتجري وتخبط واحنا ماشيين، اللي هي كانت خلاص بعد ما القوات انسحبت. احنا ما نعرفش ان الشرطه انسحبت لان كل حاجه، كل الاتصالات منقطعه. ترون ما ترونه أمامكم فقط، لا بالظبط. تدرون ما الذي يحدث في باقي لغايه ما وصلنا عند عبد المنعم رياض تعبنا وريحنا، خلاص عرفنا ان الشرطه انسحبت بقى، الناس ابتدت تبلغنا بالاخبار. عرفنا الشرطه، قعدنا ريحنا في عبد المنعم رياض وبعدين دخلنا. واول حاجه عملناها حبينا نطمن اهالينا، فطبعا مفيش تليفونات، ندور على تليفون ارضي لغايه فندق كده من الفنادق اللي عند المتحف المصري.
دخلنا قال لنا تعالوا، طلعنا فوق لقينا الناس واقفه طوابير، وقفنا في الطوابير كلمنا اهالينا قلنا لهم احنا تمام والحمد لله. ونزلنا، نزلنا بقى استلمنا المتحف المصري ساعه البلطجه. بس لغايه ما الجيش ابتدى ينزل. استلمتم المتحف المصري بمعنى وقفتم لا وقفنا عملنا اللي هو زي بيقولوا حائط بشري. حائط يعني. بشري بالظبط. وبعد ذلك وضبط على النزول الى ميدان التحرير خلال ال 18 يوما التاليه. لغايه يوم التنحي كنت عند بيت الرئيس. سناتي مره اخرى لتفاصيل لحظات تنحي، لكن دعاء يعني انت لم تشاركي لم تنزلي الى الاحتجاجات في ال 25 وال 28 كما فهمت منك، ولكنك بعد ذلك كنت من يعني المعتصمين في التحرير، او تواظبي على الذهاب الى التحرير، بل وتقومين بامدادهم ب بعض ما يحتاجونه بالزبط. من دواء وطعام. يعني كانت هناك حالة اضطراب في البلد بشكل عام، الكثيرون لم يكن الأمر محسوما بالنسبة إليهم لمن في أي صف يجب أن يقفوا، في صف المعتصمين أم في صف الرئيس السابق. أنت هل كانت الأمور واضحة بالنسبة لك؟ أنا كانت الأمور واضحة بالنسبة لي بنسبة 100%. أنا اللي كان منعني عن النزول كبنت مصرية عادية، أهلها خايفين عليها، مش عايزيني إن أنا أنزل، بس أنا كنت تماما مع اللي بيحصل ومتابعاه، وكنت زي الجبهة الداخلية اللي هي على الفيسبوك لغاية الإنترنت ما اتقطعت. بحاول أفهم الناس، بحاول أعرض الفيديوز اللي ألاقيها، بحاول ان انا اقوم باقل حاجه اقدر اعملها، يعني لغايه اما الدنيا ابتديت فعلا نزول اثناء ال 18 يوم الاولانيين بعد موقعة الجمل. لقيت ان الدنيا لا، يعني ما ينفعش، يعني ما ينفعش اكتر من كده، ما فيش حاجه مشوشه، كل حاجه واضحه، ناس نازله بمطالب بسيطه جدا بحقوقهم، بيطالبوا بعيش وحريه وعداله اجتماعيه، حاجات كلنا عايزينها، كلنا طول عمرنا شايفين ان احنا نستاهل احسن من كده، نستاهل ان احنا تترد لنا كرامتنا. أنت لم يكن لديك نشاط سياسي قبل ذلك خالص. كيف كنت تنظرين إلى مبارك؟ يعني آه، هل كنت تشعرين اصلا بحاله من السخط ضد النظام قبل ال 25؟ لا، انا كنت شايفه ان احنا نستاهل احسن من كده، بس برضو زينا كلنا دماغي ما كانتش بتجيب ان احنا يعني هنغير للدرجات دي، وان احنا، بس انا كنت شايفه ان لا، انا سافرت فتره بره، ان انا كنت بعمل الماجستير بتاعي وكده، لا اما اتعاملت مع جنسيات تانية وشفت الناس عايشه ازاي، حسيت ان احنا نستاهل احسن من كده بكتير قوي، وان اللي متقدم لنا حاجات بسيطة، وان احلام الناس دي حقوقها. وان من يقف في طريق ذلك هو النظام السياسي. بالظبط كده. طيب انت ذكرتي موقعة الجمل، وطبعا قبل موقعة الجمل بيوم واحد كانت هناك مليونية تلاها خطاب الرئيس السابق حسني مبارك، الخطاب الثاني لمبارك، وهو الذي أثار تعاطف الكثيرين. ربما نستطيع أن نشاهد بعض اللقطات من هذا الخطاب، دعونا نرى سويا. مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الوطن العزيز هو وطني، مثلما هو وطن كل مصري ومصرية. فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. إن الوطن باق والأشخاص زائلون، ومصر العريقة هي الخالدة أبدا، تنتقل رايتها وأمانتها بين سواعد أبنائها، وعلينا أن نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة جيلا بعد جيل. حفظ الله هذا الوطن وشعبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس السابق محمد حسني مبارك في خطابه اليوم الأول من فبراير الماضي. عاصم، أنت شاركت في تظاهرات ال25 وفي تظاهرات ال28، ثم بدأت تشعر بالندم أو تغير موقفك خاصة بعد هذا الخطاب، أليس كذلك؟ أنا ما حسيتش بالندم، ولكن حصل انقلاب على الأحداث اللي كانت بتحصل، لأن أنا كنت متابع كويس الدعوات اللي كانت بتحصل يوم 25، كان عاجبني جدا، ومن منا ما يختلفش طبعا على مبادئ الثورة: حرية، عدالة، كرامة،
الكلام ده كله كان كلنا نفسنا فيه. اي نعم انا ما كنتش حاسس بيه قوي لان انا ما كنتش مهتم قوي هذه بالسياسه. صورك اعتقد في التحرير خلال ال 18 يوما. كان لا ده 18 يوم ايه، لا ده انا يوم 25، ده يوم 25 هذا يوم ال أعتقد. 25 من يناير فقط. لم يخني الذاكره يعني. تمام. و كنت يعني شاركت في هذه الاحتجاجات 25 لانك ترى انا مش نازل عشان احتج او نازل او اعمل اعتصامات او ولا في دماغي اعتصامات ولا في دماغي اضرابات او الكلام ده، ولا حد كان يتصور ان حد اصلا هينادي باسقاط النظام. انا عجبني المبادئ جدا، فشفت مظاهره فحبيت ان انا انزل اشارك فيها، فنزلت شاركت. مظاهره كانت سلميه جدا. لا افهم ما الكلام ده كان تقصده يوم عندما 25. تقول ان يعني كنت متعاطف مع اهداف الدعوات، مش لكن متعاطف. كنت ترحب بالدعوات، كنت مقتنعا بهذه عاجبني الدعوة. طبعا. انا طالع. لكنك في نفس الوقت تقول انك لم تكن تريد الاحتجاج. لا، الاحتجاج بالصوره اللي انا شفتها اللي انا هنقلها لحضرتك دلوقتي. انا عاجبني جدا المبادئ، الحريه والعداله، كان عاجبني ان الناس بتتكلم، عاجبني ان الناس ابتدت تطلب حقوقها، مفيش مانع. لكن انا ما ناديتش باسقاط النظام، انا نازل عشان اصلاح سياسي. ولكن انا مش يعني اسقاط النظام ده انا شفته يوم 28. نعم. يوم 25 كان عاجبني قوي السلميه بتاعه المظاهرات، احتجاج الناس بطريقه سلميه. على اخر يوم 25 ابتديت اشوف المناظر اتغيرت. ابتديت اشوف مش الشباب اللي انا كنت شفته او الشباب اللي انا شفته في اول اليوم. يعني احنا لما طلعنا في اول اليوم مظاهره كنت شايف الناس ماشيه في سلميه جدا. يعني كنت شايف ان في حتى اللي كان بيحاول يعني يخبط يحتك مع يافطه، الشرطة. يعني يكسر حاجه، كانت الناس بتمسكه او الناس كانت بتمنعه من الكلام ده. لكن معانا بالليل ابتدت العنف يزيد. انا كنت مثلا على المغرب اعتقد اللي متخني الذاكره، يعني كنت قدام دار القضاء. كانت الناس هناك، حتى كانت الشرطه واقفه قدامهم وهم واقفين، ويعني اقصى درجات الاحتكاك كانت الشباب للشرطه ما تضربوناش احنا اخواتكم. فالشرطه لا احنا مش بنضرب، احنا هنا بنحمي منشآت، احنا بنحمي العنف، احنا بنحميكم من البلطجيه. كانت ثم تقول في المساء تغيرت الصورة. على بالليل تغيرت الصوره طب قوي. ومع ذلك خرجت في 28. انا خرجت في 28 لاني انا من النوع اللي بحب اشوف الاحداث على ارض الواقع. خرجت كمراقب ليس كمشارك. وعندما شاهدت يعني كنت حاسس ان في حاجه هتتغير، كنت حاسس ان في عنف، كنت حاسس ان في قوه هتركب فوق الشباب دي. لكنك وده كنت فعلاً ضد اللي حصل. المشاركة، يعني نزلت في 28. يوم 25 كنت مقتنع جدا، وكنت انا عمري في حياتي ما شاركت في المظاهرات. في يوم 25 كنت شايف ان الموضوع فيه سلميه، وكنت شايف ان انا مش هيجرى لي حاجه لو نزلت، ومش هيجرى لي حاجه لو إذا يعني أنت موقفك صار ضد ما يحدث في التحرير قبل الخطاب طبعا الذي شاهدناه. لحد تنحي الرئيس انا ما كنتش منقلب للدرجه اللي انا انقلبت بيها دلوقتي طبعا. ولكن برضو يوم خطاب الرئيس انا كنت شايف ان احنا زياده عن كده احنا بندمر البلد. طيب سيفين، أنت مرة أخرى يعني كما كانت دعاء تتحدث، كانت هناك حالة اضطراب وبلبلة ربما لدى الكثيرين، خاصة ممن لم يكن لهم نشاط سياسي من قبل. أنت كنت تتابعين الأحداث من وسائل الإعلام، كيف كنت تشعرين؟ يعني متعاطفة مع مبارك، متعاطفة مع الثوار، تشعرين أن الاعتصام يجب أن يفض، كيف كنت تشعرين؟ كنت في الأول يعني كنت مشتتة في الأول، يعني ما كنتش عارفة. يعني أنا يعني هو إحنا ممكن فعلا نشيل نظام فاسد كده، ولا يعني احنا نقدر نعمل حاجه ولا مش هنقدر. بس انا ما كنتش متعاطفه مع حسني، يعني انا ما كنتش متعاطفه مع الرئيس السابق. يعني انا على حد، يعني انا صغيره، انا حد على سني انا صغيره، بس انا يعني اكيد العصور اللي قبليه كان هم شافوا النظام الفاسد ده. انا يعني انا لحد علمي انا شفت، يعني انا يعني الناس اللي هم البطاله الحاجات دي، انا يعني انا شفت كنت غير راضية عن أحوال البلاد يعني. كنت يعني أنت كنت غير متعاطفة مع رئيس السابق، لكن بس أنا كنت مشتتة. يعني يعني احنا كنا مغيبين، كلنا كنا مغيبين، يعني احنا يعني تحفظك على ما يحدث في التحرير كان خوف من ألا يؤدي ذلك إلى شيء، أم أنك كنت تخشين أن تكون له عواقب ما، أن هناك مؤامرة، أن هناك مندسون؟ لا يؤدي إلى شيء، احنا كلنا فقط خوف من الفشل. احنا كلنا كنا فاكرين احنا مظاهرة عادية. طيب انتهى الأمر بنجاح من كانوا في التحرير بإجبار الرئيس
السابق على التنحي. دعونا نشاهد هذا المقطع الشهير للخطاب الذي يتلوه عمر سليمان نائب الرئيس في ذلك الوقت، ثم نعود للحوار. الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. الله الموفق والمستعان. بشكل سريع للغاية، أين كان كل منكم في لحظة تلاوة هذا البيان؟ في اليوم ده بالظبط، احنا في اليوم ده كنت في صلاح سالم عند الحرس الجمهوري، لان احنا رحنا من بالليل، قبلها بيوم كان في خطاب، اتحركنا بالليل رحنا على القصر، وبعدين اتفقنا ان احنا هنمشي من هناك نجمع نحشد للناس ونطلع تاني، وقفونا عند دار الحرس الجمهوري في صلاح سالم وسمعنا الخبر واحنا هناك. كيف كان رد فعلك؟ طلعت اجري على التحرير. دعاء. انا كنت في البيت، واول لما سمعت الخطاب نزلنا كلنا وابتدت الاحتفالات في كل حته في الشارع. عاصم، سأتي لك أخيرا لأن موقفك كان مختلفا بالتأكيد، لكن سيفين كنت في البيت برضو، ونزلت احتفلت مع الناس. في التحرير أم في لا، في الكربة. في مصر الجديدة؟ طيب عاصم. أنا كنت في البيت. طبعا الخبر أحزنني جدا. ما أحزنيش لأن أنا كنت متوقع أن يحدث هذا تنحي الرئيس، ولكن أحزنني لأن أنا حسيت إن في خوف على بلدي. حسيت إن هيحصل فوضى. حسيت إن مش هيبقى في استقرار، لأن طب كنت تشعر بذلك وفي الوقت ذاته كان معظم من حولك يحتفلون على الأرجح في الشارع أو في البيت لديك؟ هل كانت الأسرة يعني تتخذ نفس بس أقول لحضرتك على حاجة، احنا بيت شوية يعني متربيين على عادات ريفية، ومن عاداتنا الريفية ان احنا شوية يعني بنفكر في موضوع الأصل ده يعني، أو يعني بيصعب علينا ان احنا نشوف مناظر فيها إهانة للرئيس أو فيها إهانة للرموز. لا، لم تكن وحدك في البيت يعني، كانت أسرتي برضو معايا. نفس الموقف. احنا ما كناش يعني ما كناش ضد الثورة يعني أو ضد الانتفاضة دي، لكن ضد الإهانة، ضد إن في ناس تطلع في التلفزيون تشتم. يعني إذا كان النظام أسقط فخلاص يعني نبص لبلدنا يعني. طيب، حدث أمران بالنسبة للكثير من الشباب المصري بعد 11 فبراير. الأمر الأول هو أن الكثيرين بدأوا ينخرطوا في العمل السياسي بشكل أو بآخر، اجتماعات سياسية، عمل سياسي رسمي. والأمر الثاني هو انخراط الكثيرين في عملية تنظيف وتجميل الشوارع. هل حدث لك أمر من الاثنين؟ اشتركت في عملية التنظيف والتجميل، ابتدينا نجمع الناس، المجموعة اللي كانت بتقف أيام اللجان الشعبية، كانت في ناس بتروح التحرير وناس في اللجان الشعبية. اتفقنا ان احنا كلنا نبتدي نشتغل على نظافة المنطقة بتاعتنا وكده، واشتغلنا في 3 شوارع، عباس العقاد ومكرم والنادي الأهلي والمنطقة عندنا عند كله بقى عنده أمل للتغيير، يعني إيه؟ عايز يكمل اللي هو عمله. نعم، وهناك يعني أنا أتذكر هذه الأيام كان هناك إحساس بين البعض بأن التاريخ سيبدأ من جديد بعد 11 بالظبط، وكله كان عنده بأن أمل. المصريين قادرون على تحقيق أي شيء إذا أرادوا. هل كان هذا إفراط في التفاؤل؟ هل كانت هناك سذاجة في التصور أن الأمور يمكن أن تحدث هكذا، أم أن التطورات السياسية هي التي منعت ذلك؟ هو كان واقعية جدا ان الناس التلقائية اللي هي طلعت وقدرت تحرك كيان بقاله 30 سنة، فطبعا بعد ما اتحركوا اكيد هتبقى مبسوطة وعندها امل 100% ان هي ماشية في الطريق الصح، عايزة تبتدي من تحت، وده كلنا بنفكر فيه لغاية يومنا هذا. وصلنا للأسوأ دلوقتي. دعاء. انا مبدئيا اول حاجه انا شايفه ان احنا عملنا خطوات كتير جدا. يعني انا رافضه حته ان احنا نبقى شايفين الصوره سودة، لا بالعكس، احنا عملنا في خلال السنه دي اللي ما اتعملش في سنين. لو نبص على الدعوات بتاعه مثلا الجمعيه الوطنيه للتغيير، المطالب اللي كان بينزل بيها الدكتور البرادعي قبل ما يحصل خالص ثوره 25 يناير، هنلاقي ان احنا فعلا حققنا جزء كبير منها. حتى صفحة كلنا خالد سعيد النهارده كاتب بوست كويس جدا اللي هو بيفكرنا بايه اللي كان بيطلب زمان، اللي كنا بنعتبره حلم غير قابل للتحقيق. هنلاقي ان احنا حققنا منه في خلال السنة دي نسبة كبيرة جدا. لكن هل ما تحقق اليوم حتى اليوم يعني كيف تقيميه بالنسبة للتوقعات يوم 11 فبراير و12 فبراير؟ انا شايفة ان احنا حققنا كتير، بس لسه هنحقق اكتر.
وحته ان المصريين قادرين على التغيير وقادرين، احنا فعلا قادرين وفعلا هنغير وفعلا هنوصل لحاجه كويسه جدا، احسن حاجه. عاصم، أنت كذلك بدأت في نوع من العمل السياسي، بدأت في حملة يعني أنا آسف كصفحة أعتقد أنك هو اولا بس كنت عايزين منشئها على نقول حاجه فيسبوك. ان كل الناس اللي موجوده دي بتحب البلد جدا، بس كل واحد بيحبها بطريقته، كل واحد مختلف، كل واحد عنده وجهه نظر. بس اعتقد ان كان الحاجه الوحيده اللي كان ممكن تنجح الانتفاضه دي او الثوره دي هو احترام راي بعض، اللي هو الحاجه اللي انا شخصيا بقول ان انا اتضحك عليا يوم ما نزلت 25 وتهيأ لي ان انا هشوف فعلا في حاجه اسمها حريه، في حاجه اسمها ديمقراطيه، هشوف فعلا ان انا اقول رايي ايه يا جماعه، في ايه، انا بحب الرئيس، انا معاك، انا في ثورتك، انا هبني بلدي بس انا بحبه، ما تخلينيش عدوك. طيب سريعا قبل يعني دقيقة واحدة قبل الفاصل، بالنسبة إليك كيف الأيام التي تلت 11 فبراير كيف كانت؟ انا بالنسبه للايام، يعني انا دلوقتي انا مش هل مش بدأتي في حاسة- نشاط في تجميل في تشجير أمور من كنت هذا القبيل؟ كنت عندنا في تحت العماره، كنت بكون معاهم تجميل، بس هو انا مش شايفاه يعني. انا عملته بس انا ما كنتش مقتنعه، يعني احنا دي مش شغلتنا، احنا مش شغلتنا ان احنا ننظف الشوارع، يعني احنا بنطالب بحاجات تانية، بحقوقنا. لماذا قمت به لم تكوني مقتنعة؟ يعني كان مع اصحابي من بتاع باب المشاركة. اه هل فكرتي في الانخراط في أي أحزاب سياسية في ذلك الوقت، أي حركات سياسية؟ انا مستقله كده، انا لا ما بشتركش في حساب. لم تشعري برغبة في لا. الدخول؟ طيب يعني في الحقيقة مرة أخرى مسألة التوقعات التي كانت سائدة بعد 11 من فبراير أريد أن أعود إليها سريعا. يعني هل الأمر كان متعلقا، هل كان من الممكن تنفيذ هذه التوقعات لكن الظروف التي مرت بها البلاد هي التي منعت ذلك؟ لا ما فيش الظروف، احنا اللي عملنا الظروف. تمام. احنا كان كل واحد عنده امل في التغيير. تمام. لكن بعد كده احنا اللي عملنا الظروف، قسمنا على بعضنا وفتتنا بعض من اول الاستفتاء اللي اتعمل اللي محدش خد بيه. تمام. وبعدين تيجي تخون الشباب، فانت خدت يعني منحدر مش تبع الثوره ولا باهداف الثوره، لا ده انت بتدمر الثوره. ده اللي انا شفته، يعني لما ابتدينا باستفتاء دستوري ما خدناش بيه، وبعدين ابتدينا ندخل في مرحله تخوين الشباب، قمع الصحافه. طب ده انت كنت نازل بتطالب بعكس ده كله، الحريات، العداله الاجتماعيه، الاسعار زي ما هي، ده بتزيد بالعكس. زي مثلا لغايه امبارح مثلا في ازمه في البنزين، طب ازاي احنا كنا يوم 25 يناير نازلين لطلبات، دلوقتي انت وصلت لاصعب من الطلبات دي. صحيح. تمام. طيب فاصل قصير سوف نعود بعده لنواصل الحديث، ابقوا معنا. BBC إكسترا مباشرة من لندن على موجاتنا الإذاعية. لاجئ في حين أن عائلات BBC إكسترا قوانين رادعة. نحاول نعطي الإجابة تبع السؤال. كل يوم يتواصل معكم أينما كنتم. ثانية الخبر، أهمية الموضوع، من يحدد ذلك؟ السياسيون، صناع القرار؟ لا، في نقطة حوار أنتم من يحدد الموضوع، أنتم من يحاور ويناقش. نقطة حوار على شاشة BBC. أهلا بكم من جديد مشاهدي ومستمعي BBC إلى هذه الحلقة من أجندة مفتوحة نتحدث فيها عمن يكون شباب 25 من يناير. نستضيف في هذه الحلقة نماذج مختلفة لشباب وشابات شاركوا في الاحتجاجات أثناء 25 من يناير أو بعد ذلك، وتوقفنا عند الفترة التي تلت 11 من فبراير مباشرة. جرت مياه كثيرة في النهر كما يقال، يعني بعد اتهامات بالتباطؤ من قبل الثوار ضد المجلس العسكري، وشعور من المجلس العسكري باستجابته لبعض المطالب أحيانا وتوتره من مطالب أخرى واستعمال العنف أحيانا مع المتظاهرين. وصلت الأمور إلى تصعيد شديد. في شهر يوليو من العام الماضي بدأ اعتصام استمر 3 أسابيع
في ميدان التحرير في رمضان. في اليوم الأول من رمضان تم فض الاعتصام، وخلال شهر الصيام يعني ركن الجميع إلى ثم بعد ذلك في سبتمبر، ومنذ سبتمبر يشهد كل شهر حادثا كبيرا، مواجهة كبيرة. السفارة الإسرائيلية في سبتمبر، ماسبيرو في أكتوبر، محمد محمود في نوفمبر، ومجلس الوزراء في الشهر الماضي. كيف كانت علاقتك بالتحرير في تلك الأثناء، طوال تلك الأثناء؟ بعد الثورة أنا مستقل طول عمري لغاية ما جيت تمام انضميت ل 6 أبريل. أول حاجة خلتني أنا بشارك في أي مليونية دعوة عشان المليونيات هي فعلا اللي كانت بتضغط بيها على المجلس عشان ينفذ الطلبات اللي أنت عايزها أصلا، لغاية بيان 69 لما وصلنا لمرحلة تخوين الشباب، يعني الشباب الثورة الشباب. بيان 69 متى كان ذلك؟ في أي مناسبة؟ ساعة موقعة العباسية، أثناء الاعتصام. أثناء اعتصام يوليو، أثناء موقعة تمام. ساعتها قلت احنا خلاص احنا كده بنخون. تتحدث عن الفترة التي ألقى فيها اللواء محسن الفنجاري بخطابه انا بقى فكرت ان انا لازم يعني ازاي احنا وصلنا لمرحلة التخوين بعد بقى ما قسمنا الناس بنخون الناس، احنا كده بعدنا عن خط الثورة. ولما جم بيخونوا الناس انا من حب الاستطلاع حبيت انضم واعرف هم بيعملوا ايه المشكلة تمام. ولما لقيتها حركة وطنية كملت فيها ومكمل فيها حتى الآن. حركة 6 أبريل بالتحديد. حركة شباب 6 أبريل. طيب دعاء، أنت بدأتِ أيضا تفكرين في الانخراط بنشاط سياسي منظم، أليس كذلك؟ بالظبط كده. أنا بعد 11 فبراير قررت إن أنا لازم هشارك. ابتديت الأول في التجميل، سواء في التحرير أو في منطقة سكني. بعد كده لقيت ان الطريق المشروع ان احنا نبتدي ان احنا نتكلم بيه ويبقى فيه طلبات او في مشاريع عايزين ان احنا ننفذها، هي عن طريق ان انا اشارك فعلا في الحياة السياسية. لقيت ان السياسة حاجة بسيطة جدا، هي القوانين اللي بتأثر على حياتنا كلنا، مش محتاجة يعني مش صعبة لهذه الدرجة. دي حاجات بتأثر على حياتي وعلى شغلي وعلى أكلي وعلى شربي وعلى ستايل حياتي كله. فابتديت ان انا اتابع موضوع انشاء الاحزاب الجديد. كنت عايزه ادور على حاجه تمثلني، حاجه قريبه لافكاري، حاجه الاقي فيها نفسي، حاجه ان انا ابتدي ابنيها مع الشباب اللي كان شراره الثوره دي. استنيت اما نزل قانون الاحزاب وابتديت فعلا ان انا اتابع كل الاحزاب اللي موجوده في الساحه، لغايه ما لقيت اقرب حزب لشخصيتي من الناحيه الوسطيه ومن ناحيه الشباب ومعدل الاعمار، وانضميت فعلا لحزب العدل. ومن ساعتها وانا موجوده فيه، شاركت في تاسيسه وانا موجوده فيه لغايه دلوقتي. ورغم ذلك لم تنقطع علاقتك بالتحرير، يعني تشاركين احيانا؟ طبعا. هل تتحفظين احيانا على المشاركه؟ هل في أثناء المليونيات اللي ما كانتش، اللي كان يعني في كانت طلبات خاصة ببعض القوى السياسية اللي ما نزلناش شاركنا فيها كحزب، دي أنا ما رحتش فيها. بس الحاجات اللي كانت اتساقا مع موقف الحزب أم أن هذا هو كان موقفك الشخصي كذلك؟ كان موقفي الشخصي. وفي أوقات مثلا الحزب ما كانش بيبقى في بيان رسمي، بس كنا برضو بنبقى موجودين كأفراد. كان في مليونيات من ضمنها 8 يوليو كنا موجودين كلنا كأفراد، لأن كان في اتفاق ساعتها بين كل القوى السياسية إن احنا هننزل زي أيام 25 يناير من غير إشارات حزبية. لا، احنا نازلين كمصريين بنطالب بتحقيق مطالب الثورة. نزلنا كلنا كأفراد والتزمنا بكده، بس يعني كان موقف حزبي بس كنا فيه كأفراد. يعني هل هناك بالتحديد، ربما أسأل عن المواجهات في محمد محمود وفي مجلس الوزراء، هذه الفترة التي علت فيها نبرة أن ما يحدث هي أعمال شغب وليست استمرارا للثورة، هل بدأت تشعرين بتحفظ في المشاركة في مثل هذه الأمور؟ لا برضه، لأن أنا كنت أيام اعتصام مجلس الوزراء أنا كنت بروح كتير جدا. إحنا كنا مشاركين فيه بشكل رسمي. وحتى اعتصام مجلس الوزراء أنا استغربت جدا أول لما حصل، لأن هو بدايته كان في تحفظات عليه، لأن كانوا بيقولوا عليه اعتصام طبقي إلى حد ما. كان بيتم تفتيش جامد جدا لكل اللي داخلين الاعتصام. كان أي حد شكله مش من 25 يناير ما كانش بيدخل. بس نرجع برضو ونقول هو إيه شكل الشعب المصري؟ هو لازم يبقى الشعب أمور والشباب نازل شيك عشان يتظاهر؟
انا في ناس كتير زمايلي وصحابي كنت بشوفهم في اثناء لحظات الشغب. معلش، اي حد بايت في الشارع، اي حد مش نازل لسه نازل من البيت وواخد الدش بتاعه هيبقى شكله كده. كلنا شكلنا كده يعني. فلا، انا طبعا انا معترض على كلمة ان هي كانوا اللي موجودين بلطجية. لا، الموجودين كانوا ناس محترمة جدا. طبعا حصل اندساس، يعني حصل ان في ناس في لحظات الشغب كانت بتندس، بس ده مش معناه ان الاعتصام كان كده من اوله خالص. طيب عاصم، في مقابل ما يحدث في التحرير بدأت مجموعات تتجمع في أماكن أخرى، وبالتحديد يعني بدأت في مصطفى محمود أحيانا وفي ميدان روكسي، لكن العباسية الآن أصبح هو الميدان الذي يجمع الكثير من الأشخاص المعترضين على ما يحدث في التحرير. هل تشارك أنت في مظاهرات العباسية؟ أنا شاركت أول مرة في مظاهرات العباسية، لأن كان لازم التحرير يفهم إن في قوة تانية مش عاجبها اللي بيحصل في التحرير. ممكن يكون منهم، معظمهم على فكرة كان من شباب 25، بس ما كانش راضي عن الأحداث اللي بتحصل في التحرير. عايز بس أرد على أستاذ أحمد في حاجة مهمة قوي. أنت بتقول يا أستاذ أحمد إن بيان التخوين بتاع المجلس العسكري ما نزلش للثوار وما نزلش لشباب 25، نزل بالتحديد ل 6 ابريل. انت بتقول ان المجلس العسكري بيخون 6 ابريل، لا، ده 6 ابريل هي اللي بتخون نفسها، بدليل ان هم انقسموا الجزئين، الجبهه الديمقراطيه وجبهه احمد ماهر. طيب وطلعوا على عاصم فقط، يعني لأن الموضوع الحلقة ليس 6 ابريل لا، ما هو والاتهامات عشان نفهم. ما هو حضرتك ليه؟ لا، حتى لا نتشعب الى امور فرعيه. يعني هو احمد كان يتحدث عن واقع معينه دفعته للانضمام الى حركه معينه. ليس مجال الحوار، ليس مجال الحوار الان هو مناقشه 6 ابريل، لان ذلك سيدخلنا الى محاور متعدده مختلفه عما نناقشه اليوم. عودة إليك، أنت بدأتي المشاركة، لم تشاركي في 25 و28 وتلك الأحداث؟ أنا كانت مشاركتي كلها كانت من خلال الفيسبوك، نشاطي كله كان فيسبوك. بعد كده أنا كانت عيلتي، كان مشكلة في عيلتي إن هم ما كانوش عايزين ينزلوني، لكن بعد كده لأنك فتاة أم لأنهم غير مقتنعين سياسيا بالوقت؟ لا، كانوا مقتنعين معايا سياسيا، بس هو لأني فتاة يعني بيحصل هناك قالوا لي لا ما ينفعش تنزلي. بس بعد كده لما شافوني أنا يعني إن أنا نبتدي نشاطي يزيد في الموضوع ده، فنزلت احداث مجلس وزراء ونزلت كذا مليونيه. بس يعني المساله كلها كانت متوقفه على تغير موقف اهلك، يعني انت شخصيا لم يتغير لا، انا موقفي لم يتغير. طيب يعني ارجو الا ندخل في جدل في مساله 6 ابريل، لكن انا اريد ان اسال عن مساله اخرى. هناك من يرى ان التحرير الان مختلف عما كان عليه في السابق، سواء من ناحيه متوسط أعمار المشاركين انخفض كثيرا، سواء من ناحية استعداد المشاركين للعنف، المواجهات العنيفة مع السلطات، سواء من ناحية وجود مطلب سياسي واضح للمحتجين. أنت هل تتفق مع، يعني هل ترى أن هناك اختلاف أم أن الأمر نفس المنظر، نفس الشباب هم ومحدش اتغير خالص؟ بالعكس، انا في ناس لما دخلت 6 هل انت متاكد من ذلك؟ يعني ربما يكون هناك اختلاف، ولا يعني ذلك انه اقل مشروعيه او ان الموقف اقل اخلاقيه مما كان عليه. ممكن نرجع للاحداث، تمام، نعمل فلاش باك ونرجع تمام ليوم جمعه 18 اللي هي قبل احداث محمد محمود بيوم، تمام. انت الجمعه دي لما نزل فيها الاخوان ونزل الحركات كلها، بعض الحركات السياسيه والسلفيين و6 ابريل وكله نزل، كله كان نازل ليه؟ مطلب واحد اللي هو كان تسليم السلطه، وكان المعتصمين اللي هم المصابين الثوره معتصمين وفي مكانهم ومحدش كان بيكلمهم. احنا كلنا لما نزلنا لاحداث محمد محمود، احنا نزلنا، ما نزلناش الاول باسم الحركه ولا باي حاجه، احنا كله نزل، كل واحد نزل شخص باسمه بصفته الشخصيه. لما شاف الضرب وسمع ان 200 واحد يتعمل عليهم كردون من الامن عشان يضربهم ويفضوا اعتصام، كان بقاله 12 يوم، طب ما كان ممكن يفض قبلها ب 12 يوم. ايه الحكمه؟ محدش يعرف الحكمه لحد النهارده من فضل الاعتصام ده، تمام، ان هو يبقى فكله نزل. فما فيش بلطجيه نازله عشان تضرب الامن، لا، البلطجيه الناس كلها لما نزلت تعاطفت مع الناس دي. نعم، لكن يعني بخلاف مساله اذا ما كان هناك بلطجيه ام لا، هل تشعر حقا ان الشكل العام في التحرير لا يختلف اطلاقا؟ ومره اخرى اعود لاكرر انه معنى ان يكون مختلفا ليس بالضروره معناه انه يكون اسوأ مما كان، لكنه مختلف. الا تشعر اطلاقا ان ربما هي ثورة بصورة أخرى، بصورة مختلفة عما كانت عليه في السابق؟
لا أنا مش تشعر شايف بأي اختلاف. لا اختلاف؟ مفيش اختلاف. دعاء، هل تشعرين بأي؟ انا شايفه ان في اصرار اكتر، وفي تركيز على مطالب محدده اللي هي تسليم السلطه للمدنيين، لان الناس شايفه ان في ضبابيه، ان مفيش خريطه طريق واضحه، مع ان الطريق سهل، بدليل ان تونس بتحتفل واحنا لسه بننادي بوقف المحاكمات العسكريه للمدنيين. ففي ضبابيه، في العدل البطيء، فهو برضو نوع من انواع الظلم. لغاية النهاردة المحاكمات ما تمش فيها حاجة، الأموال المهربة ما فيش أي حاجة رجعت. لسه بنتكلم في حاجات كنا المفروض إن احنا نبقى دلوقتي بنفكر في إيه الفيجن بتاعت مصر كمان 20 سنة، في إيه المشاريع العملاقة اللي هنعملها، مصر هتكون فين. احنا لسه بنتكلم في إن في 12,000 مدني بيتحاكم محاكمات عسكرية. فكل ده بيضيع من وقت البلد، بيأثر على الاقتصاد، لأن المرحلة الانتقالية هي اللي بتأدي لكده. مش لكن عودة للسؤال مرة أخرى، هل عندما تنزلين إلى التحرير الآن، هل هو نفسه التحرير في يناير وفبراير؟ اه لا تشعرين أيضا اكتروا. في انضمام، في لحظات بيحصل عنف، بس بيبقى رد فعل، دي أول حاجة. والناس اللي بتنضم ساعتها ناس شريفة ومحترمة. ساعات كتير جدا كنا بنقابل ناس، يعني أنا اتحكت لي قصة فعلا كانت مؤثرة جدا، إن واحد راجل عجوز من المصريين البسطاء الكادحين، أما لقى مجموعة شباب من شباب 25 الجميل، واقف قال لهم معلش ارجعوا انتوا ورا، انتوا متعلمين وولاد ناس، وانتوا اللي هتقوموا بالبلد بعد كده، سيبونا احنا نموت، احنا مش هنقدر نعمل اللي انتوا هتعملوه بعد كده. فالناس دي احنا لازم كلنا نحترمها ونشيلها فوق راسنا، لان هم بيدافعوا عنا، هم بيعملوا اللي احنا ما بنقدرش نعمله. طب دعاء، أنت خضتي الانتخابات أليس كذلك على قوائم حزب العدل؟ بالظبط كده. هل الارتباط بالثورة كان ميزة أم عبئا على الحزب؟ لا، يعني أنا شايفة إن هي كانت بتعبر عن طبيعة الحزب. في أعين الناخبين، يعني هل كنت تشعرين عندما تنزلين إلى في الحملات الانتخابية، هل كان الشعور الذي يستقبلك الناس به عندما يسمعون بالحزب أنهم يعني أنتم الأشخاص الذين ينتمون إلى التحرير لا نريد هذه النوعية، أم لا. بالعكس، أم هناك لا، بالعكس رغبة طبعا. في؟ بالعكس، احنا الاشخاص اللي عملنا التغيير، احنا الاشخاص اللي خلينا كل واحد هينزل من بيته عشان يروح ينتخب. بالعكس، الناس كانت فرحانة بينا، كانت مستنية الشباب، كانت أول مرة تشوف مرشحين في معدل أعمارنا، وبننزل كل حتة في الشارع وبنتكلم مع كل الناس، وانتوا هتبقوا نواب مجلس شعب، انتوا أصلا عندكم الطموح ده. دي كانت فكرة ما تجيش لأي حد في نفس الوقت السنة اللي فاتت، مش مثلا من 20 سنة ولا من 10 سنين. فلا طبعا، بالعكس الناس كانت مستقبلانا استقبال رائع، بس طبعا نسبة الشباب ما كانتش كبيرة قوي اللي نجحت، نتيجة للظروف، والدوائر كانت واسعة قوي، والفلوس، يعني كان في مشاكل كتير يعني في الانتخابات، بس غير كده بالعكس استقبال الشارع لينا كان رائع. عاصم، أنت شاركت في الانتخابات؟ أكيد. أدليت بصوتك يعني في الانتخابات. أكيد. ألا تشعر أن هذه الانتخابات لم تكن ممكنة دون حدوث ما حدث في يناير وفبراير، دون الثورة؟ أعتقد برضو إن دي كانت حاجة من الإيجابيات، أو الحاجات القليلة جدا اللي أنا شفتها إيجابيات في 25 يناير. ولكن قبل كده ما كانش ممنوع إن أنا أنزل أنتخب. الإقبال طبعا كان مختلفا. أنا شخصيا ما كنتش شايف، أو ما كنتش منتمي للسياسة، ما كنتش بحبها، ما كنتش دايما يعني ما كنتش أعرف إيه تزوير الانتخابات والكلام ده، لأن أنا ما كنتش مهتم، كنت بعيد عن السياسة، فكنت شايف إن أنا مش هنزل أنتخب ليه. وربما ايضا هذه بغض النظر عن ايجابيات يعني من الحاجات اللي خلت الناس تنزل برضو ان كان في فرض غرامات، فده اللي خلى الاعداد تزيد بشكل اكبر بكتير. طيب سيفين، انت الان بداتي نزلتي الى التحرير في احداث مجلس الوزراء، يعني البعض ربما يرى انك تسبحين عكس التيار، انه عندما كانت للثوره شعبيه كبيره لم تشاركي. الآن لا أريد أن أقول أنه يعني ربما هذا السؤال، يعني إذا كانت هناك بعض
يعني التساؤلات عن مشروعية ما يحدث في التحرير، ورغم ذلك تنزلين؟ انا في الاول ما كنتش، انا كنت مغيبه في الاول، بس انا لما ابتديت اشوف اللي بيحصل، ابتديت اشوف الناس اللي بتتضرب، الناس اللي بتموت هناك، ابتديت انزل. يعني حتى البعض يرى هذه الصور ويقول هم الذين أخطأوا بالنزول، هم الذين لم يكن. لا انا البعض يرى صور حرق المجمع العلمي فيقول إنهم مخربون. انا ما اظنش ان الصور اللي هناك يعملوا كده. يعني انا اعرف، انا اصلا ناس كتيره، يعني ناس اصحابي كتيره بيروحوا هناك وعارفاهم، لا مش اخلاق، يعني مش اخلاقهم، مش اخلاق صور انهم يعملوا كده. مش انا نزلت، يعني انا نزلت بعد حتى تنحي الرئيس، لان احنا احنا شلنا رمز بيمثل البلد، لكن ما شلناش نظام باقي. احنا ما شلناش غير رمز بس وفاضل، لكن النظام الباقي، النظام الفاسد الباقي لسه موجود لغايه دلوقتي. ما الذي تريدون يعني عندما تخرجين الآن أو في أحداث مجلس الوزراء؟ تخرجين لماذا؟ الاحتجاج على العنف؟ تخرجين لأنك لديك مطلب سياسي واضح؟ مطلب انتهاكات المجلس العسكري، عايزه طلبات الثوار، حقوق الشهداء، دي الحاجات دي، ما فيش حاجه اتنفذت من الحاجات دي، مفيش حاجه. طيب يعني أحمد، بافتراض أن هناك تراجع في شعبية التحرير، دعنا نفترض فقط هذه الفرضية الآن، ما هو التصرف الأمثل؟ هل التصرف الأمثل هو يعني لو أنك مقتنع بضرورة النزول أن تنزل بغض النظر عن الموقف الشعبي أو الرأي العام، أم الأفضل أن توائم الرأي العام حفاظا على شعبية مثلا التحرير؟ انا لحد دلوقتي مش شايف ان شعبيه التحرير قلت، بالعكس بتزيد، ودي بانت بعد احداث مجلس الوزراء لما ابتدينا ننزل في الشوارع ونعرض انتهاكات المجلس العسكري. حمله كاذبون. حمله كاذبون، كلنا ناس كتير فيها، يعني كل القوى السياسيه. التجاوب الناس معاك لما تيجي تعمل حمله مثلا في مدينه نصر. مدينه نصر المفروض منطقه هاديه، 4 مرات وتنجح ل4 مرات، يبقى لا، في ناس متجاوبه معاك، ناس ابتدت تعرف الحقيقه، ناس تشوف. لكن اعتقد انكم ايضا تعرضتم لمتاعب في بعض المناطق، يعني في مناطق ومناطق. تمام. اكتر المناطق لا مدينه نصر ما حصل هجوم. مدينه نصر انا بقول لك ما حصلش الهجوم، قله 6 اشخاص كل مره هم اللي يظهروا لنا، واخر مره كان يوم الجمعه اللي فاتت. هناك ترصد يعني 6 بيظهروا فجاه وبيختفوا على طول. يعني احنا يوم الجمعه اللي فاتت كان عندنا مسيره بتبتدي من مسجد نور الخطابي وهنلف، نمشي في شارع الطيران، نروح شارع النصر، نوصل اول عباس وننهي. رحنا عشان اول عباس ننهي لقيناهم واقفين 6. صممنا ان احنا نكمل لاخر عباس عشان ما يقولوش ان هم مشونا، واحنا ماشيين في عباس والدنيا بتمطر الناس انضمت علينا. وكل ده متوصل. اذا انت تشعر ان شعبيه التحرير في ازدياد وليست في تراجع. بالظبط، بس لما طلعت بره التحرير اكتر، لان الثوره مش في التحرير بس. الثوره احنا اصلا لما كنا بننزل يوم 28 يناير قلنا ثوره، حتى ثوره في كل شوارع مصر. فاحنا الغلطه اللي احنا تمركزنا في التحرير، لكن الصح ان انت تنطلق لكل الشوارع، توصل لكل البيوت، لان الناس يعرفوا ان دول مش بلطجيه. ويبدو ان هذا يعني اصبح اتجاه الان بين الكثيرين، هناك حملات لاصلاح او لمواجهه ما يسمونه تشويه صوره الثوار في احياء مختلفه. وتصوير صوره الثوار ده عمليه ممنهجه بالظبط، يعني لان انت نفس الاحداث لما يجي يتهم الثوار تمام باحداث مجلس الوزراء، ما هو بيفتت القوى الثوريه. انت دلوقتي ليك مطلب واحد دلوقتي يوم 25 القادم، وهو تسليم السلطه المدنيه، لان المجلس العسكري فشل في اداره الانتقال المرحله الانتقاليه وادى. لكن دعنا نقف هنا لحظه، يعني عندما تقول ان هناك مطلب واضح لل 25 المقبل بتسليم السلطه لمدنيين، طبعا تسليم السلطه وفقا لخارطه الطريق الرسميه انجاز التعبير سيتم بنهايه الشهر يونيو عن طريق انتخابات الرئاسه. انتم تطالبون بموعد اكثر يعني مبكر عن ذلك، اليس كذلك؟ بالظبط. طالبون بتسليم السلطه يوم 25، لان احنا المفروض كان يوم 11 اول ما المجلس العسكري مسك وطلع بخطاباته قال ان هو متمسك ب6 شهور فقط. وفي بيان 28 ان مفيش حاجه اسمها اشاعات، كل دي اشاعات، ان الناس اللي احنا هنسلم السلطه في 2012. فانت ترى انه يجب على المجلس العسكري ان يسلم السلطه قبل يعني احنا مش عايزين احداث مسرح بالون تحصل تاني، احداث مجلس الوزراء محمد محمود، كل الاحداث دي لما تيجي هتتكرر تاني. ماسبيرو. هل هذا المطلب عليه اجماع؟ هذا هو سؤالي، هل هذا المطلب عليه اجماع؟ دعاء، هل انت كذلك تشعرين بانه يجب تسليم السلطه فورا؟
أنا شايفة إن إحنا بداية هنبدأ بيوم 23 اللي هي أول جلسة لمجلس الشعب. في مبادرة اتقدمت من دكتور مصطفى النجار ودكتور عمرو حمزاوي، اللي هي إن إحنا يتم التوافق على الدستور من القوى السياسية، إن إحنا مش هنبدأ من الصفر، إحنا هنبدأ من دستور 71 وفي مواد خلاص متفق عليها، بيبان كاملة متفق عليها بسيطة ما فيهاش مشاكل يعني، وفي بعض المواد اللي لسه عليها خلاف لسه ان شاء الله يعني لما يحصل توافق بحيث ان الدستور يخلص مع بداية شهر ابريل 1 ابريل تكون ده يوم الانتخابات الرئاسية. فيا ريت ان المبادرة دي يحصل توافق عليها يعني بحيث ان هي تبقى حاجة في النص، لان احنا برضو يعني مطلوب ان يتم توافق بين القوى السياسية كلها. لكن تعلمون جميعا أن من سينزل في 25 من يناير المقبل ليس بالضرورة، لا يضع بالضرورة نصب أعينه سواء هذا المطلب هذا التاريخ أو تاريخ قبل شهر إبريل. يعني هناك من سيخرج فقط للاحتفال بذكرى الثورة، ده اللي المجلس عايزه. لكن هناك من قال، يعني هناك حركات سياسية مختلفة قالت أنها فقط ستنزل للاحتفال. هذا هو سؤالي يعني الذي أتمنى أن أجد له إجابة. إذا لم يكن هناك توافق على مطلب واضح، إذا لم يكن هناك دعم شعبي لمطلب لديك، لمطلب أنت تراه صحيحا، هل تعتقد أن الإصرار على هذا المطلب من شأنه أن يقلل من شعبيتك، من شعبية الحركة التي تنتمي إليها، أم أنه طالما أن هذا هو الصواب في رأيك فيجب عليك الاستمرار فيه؟ احنا شايفين، احنا مش كحركة بس، احنا كقوى سياسية كتير شايفة ان تسليم السلطة بقى امر ضروري عشان ما تحصلش انتهاكات اخرى. تمام. لكن الفترة الجاية لو هنفترض ان الناس ما انحازتش لينا في تسليم السلطة، احنا برضو مستمرين بنضغط في الشارع. مع انت حسني مبارك مشي بعد قد ايه؟ 18 يوم. ما انت لو انت كنت اتحركت وخدت الناس كلهم ومشي بعد الخطاب الثاني وما حصلتش موقعة الجمل، ما كانش حسني مبارك مشي. احنا كشباب بنضغط، احنا ما بنلعبش السياسة. يعني هذه نقطة في محلها، لأنه في النهاية من خرج في 25 من يناير أو في 28 من يناير أو من كان في التحرير في يناير وفبراير، في مجموع الشعب المصري بالتأكيد هم أقل من نصف ال 80 مليون. أرجو إن حضرتك بس تديني وقت عشان أقدر أرد على الحاجات دي كلها. اتفضل. أولا حملة كذبون بتتعرض لهجوم في مناطق أو معظم المناطق اللي بتنزل فيها. الأستاذ بيقول إن هي أستاذ أحمد بيقول إن هم 6 أشخاص، إذا أنتوا نازلين 3 أشخاص مثلا، يعني أنتوا نازلين 3 فبيجي 6 يتعرضوا لكم فبتمشوا. يا إلا مفيش حد، يا إما أنتوا واقفين 3. مين اللي قال؟ ثواني بس بعد إذنك أكمل. فأنتوا 3 ومفيش حد بقى من الناس بينزل معاكم، يبقى إذا أنتوا واقفين مع نفسكم عشان يجوا 6 يمشوكوا. ده اولا. انا ما قلتش 6 مشونا. طيب انت بتقول هم 6 6 اشخاص بنشوفهم كل مره. لا انتوا بتمشوا. طيب عاصم استمعنا الى نقطه. تفضل. تاني حاجه الاستاذ نزل او يوم 25 يناير مش معظم الناس نازله عشان تسقط المجلس العسكري زي ما انت بتقول. في ناس كتير جدا نازله تحتفل. انا في الحقيقه مش عارف هم بيحتفلوا على ايه برضو، لان مفيش حاجه تستدعي الاحتفال من وجهه نظري، لان انا حاسس ان الوضع بقى اسوأ 1000 مره من ان يخليني انزل احتفل بحاجه. ما هو موقفك من المجلس العسكري بالمناسبه؟ موقفي من المجلس العسكري موقف المصريين او اغلبيه المصريين اللي عايزينه يستمر لحد الفتره الانتقاليه المحدده له لحين تسليم السلطه. هو ده اللي حصل، وهو ده لانك متعاطف كثيرا مع مبارك، ومبارك في نهايه المطاف يخضع للمحاكمه. الرئيس مبارك يخضع للمحاكمه، يخضع للمحاكمه، وهو اللي اخضع نفسه للمحاكمه، وهو اللي نفذ جميع مطالب الثوار اللي هي النهارده ما تنفذ ازيد منها، بل بالعكس اذا كان تنفذ اي حاجه من مطالب الثوره الى الان فهو الرئيس مبارك هو وحده اللي نفذها. حتى المحاكمه بتاعته هو اللي تمثل امام القضاء وما هربش. النقطه بس الثانيه اللي هو استاذ احمد كان بيقولها، اعتقد ان الشعب المصري نزل وراح الانتخابات وادلى بصوته وقال كلمته ورشح الممثلين في مجلس الشعب اللي هيتكلموا بالنيابه عنه. حضرتك كده انت اعتقد ان الحريه انت بتفهمها بطريقه غلط خالص، والديمقراطيه دي بطريقه غلط خالص، لانك على الاقل ما قلتش دلوقتي، انت بتقول مستمرين في اللي احنا بنعمله. يعني لو الشعب كله
مش عايز المجلس العسكري يستمر لحين تسليم السلطه، سيادتك هتفضل برضه مستمر. طب ما هي المشكله انت في قلت نقطة ذلك مهمة يا جدا. ما هي المشكله في ان يتظاهر؟ يعني في كل الديمقراطيات في العالم هناك مجلس شعب، أتظاهر لما وهناك لكن دعني اكمل السؤال، وهناك من يخرج للتظاهر لاي سبب كان. يعني ما هي المشكله؟ هو لم يجبر احد على الانصياع لامره، ما هي المشكله في ما ان كبرش، يتظاهر؟ لكن ما لخص صوت مصر او صوت المصريين كلهم في التحرير بس. هو لم يقل ذلك، لم اسمعه يقول ذلك. ما هو- انا سؤالي هو اذا كانت، يعني وهو السؤال الذي اعود اليه مره اخرى، اذا كانت حتى لو افترضنا ان غالبيه المصريين كما تقول انت، حتى لو افترضنا ان غالبيه المصريين لا يؤيدون احمد، ما المشكله في ان يتظاهر هو ليعبر عن رايه؟ التظاهرات 6 ابريل كلها مش سلميه. لا نتحدث عن 6 ابريل، نتحدث عن احمد هنا. ما هو استاذ احمد مستمر بصفه، هل بصفه شخصيه ولا بصفه ان هو منتمي لحركه 6 ابريل؟ طيب لو هو لوحده انا ما عنديش اي نعم، سوف مشكله، هو أترك ينزل المجال. يتظاهر تظاهر سلمي براحته. سوف انا أترك بنزل اتظاهر المجال لأحمد تظاهر سلمي. ليرد على ذلك، لكن أعود إليك سيفين. مقولة أن هؤلاء ليسوا شباب 25 يناير تسمعينها بالتأكيد، وما هو موقفك كتير عليه؟ من ضباط ومن شرطه كمان. ما هو موقفك منه؟ هم لا هم دول شباب 25 يناير. طيب أنا آسف للمقاطعة، في الحقيقة انتهى وقت البرنامج، ليست هناك فرصة لأن تجيب على عاصم، لكن شكرا جزيلا لكم جميعا للحضور واستمتعنا بوجودكم معنا، وجزيل الشكر لكم مشاهدي ومستمعي BBC للمتابعة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.